الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني والرمل الزعفراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بدايات السينما في مصر وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. الفيلم اللي معانا النهاردة سيد درويش. الفيلم صدر عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، والقصة لمصطفى سامي. أما المادة التاريخية لمحمد إبراهيم، والموسيقى التصويرية للفيلم عبد الحليم نويرة. يا مهون كل عسير يا معلم درويش، مبروك جالك ولد. مبروك يا معلم درويش، الله يبارك فيك. شيل الله يا سيد يا رجل، ربك عيبك يا معلم درويش. ألف مبروك يا معلم درويش. دلوقتي هنفرق الشباك ونفرقع الاسكوته يا نار الله ابيض. الحمد لله على سلامتك يا مسيب، الحمد لله على السلامة. ولد زي القمر يسوى فايدك يا معلم. والله سيد دواد مبروك، لازم توهبه للعلم والقرآن. ربك كريم إن شاء الله. فيلم سيد درويش بيتناول قصة حياة سيد درويش من الطفولة لغاية الوفاة، مرورا طبعا بالمواقف الوطنية خلال أحداث ثورة 1919 وقصة حبه للراقصة جليلة اللي قامت بدورها هند رستم. قام بدور سيد درويش وهو صغير هاني شاكر، أما سيد درويش كبيرا فكان كرم مطاوع، والغناء كان لإسماعيل شبانة. فتوح نشاطي قام بدور سلامة حجازي. ناهد سمير كانت والدة سيد درويش. أما أديب الطرابلسي فقام بدور أمين عطلة. شاركهم بطولة الفيلم أمين الهنيدي، زيزي مصطفى، شريف يحيى، عادل إمام، محمد شوقي، إدمون تويمة، وفاطمة عمارة. انت اسمك ايه؟ سيد درويش البحر. انت ابوك ايه؟ فين؟ ابوه الله يرحمه كان اسطى نجار من كوم الدكه، كان راجل طيب، وسيد ده تلميذ شاطر، ده البرنج بتاع الفصل في الاناشيد يا حضره الناظر. انا تاني مره لو سمعتك بتنهق بس كده انا هطردك. امشوا على بعض. حفظتوا السلام اللي هتروح في احتفال؟ ايوه يا حضره الناظر. يلا يا ولاد، 1 2 3. يا مليكا بالسجايا الغرسات بالعلا والعدل أرضيت البلاد، جئت لنا بالنصر والفتح المبين وغير الناس شر الظالمين. جئت لنا بالنصر والفتح المبين وغير الناس شر الظالمين. تغتنم صفو الليالي والزمان ونلاقي الضد أنواع الهوان. أفندي روح شحات هو اللي بيناشد. تسمح حضرة الناظر، قولي حكاية لوحدك، سمع حضرة الناظر. يا مليكا بالسجايا الغرسات بالعلا والعدل أرضيت البلاد،
انا عاوز الولد ده هو اللي يغني السلام في الاحتفال لوحده. حاضر يا فندم. فيلم سيد درويش نال جائزة أحسن فيلم من مهرجان المركز الكاثوليكي في مصر عام 1967. كلنا عارفين أن سيد درويش اتولد في حي كوم الدكة. في أسطورة قديمة انتشرت بين أهالي اسكندرية غاية في الغرابة، والأسطورة دي عن حي كوم الدكة، أحد أشهر أحياء اسكندرية. الأسطورة بتقول أن الإسكندر الأكبر كان قاعد على أريكة بالعامية دكة مصنوعة من الذهب ومطعمة بالماس والياقوت والجواهر، ولما قرر القيام بحملة من حملاته العسكرية لخارج البلاد خاف على الأريكة أو الدكة دي من السرقة، فجاب مهندس وكلفه ببناء غرفة تحت الأرض وحط فيها الدكة، وبعدها قتل المهندس اللي عارف السر عشان محدش يعرف مكانها، وأمر بردم المكان كله من غير ما يحط أي حاجة تشير لمكان الدكة النفيسة المدفونة. والإسكندر ما رجعش اسكندرية ومات في الغزوة دي اللي كانت آخر غزواته، وفضل مكان الأريكة مجهول لكنه اشتهر باسم كوم الدكة. عطشان يا صبايا. أهلا وسهلا، أنا أمين عطلة. أهلا وسهلا، اتفضل. يا صبايا دلوني على السبيل. أنت مش تسمع بفرقة سليم وأمين عطلة بتياترو عباس؟ واتفرجت عليها كمان. ايه رأيك تحب تنضم للفرقة؟ صحيح يا أستاذ. هعمل لك ما هي 10 جنيه في الشهر روضة، بس يكون في معلومك الفرقة راح تسافر الشام. إن شاء الله تسافر الواء حتى. خلاص اتفقنا. ادي بقى 5 جنيه علشان تدبر بيهم امورك قبل ما تسافر. اتفضل، بس يكون في معلومك المركب هتقوم يوم الأحد. إن شاء الله يوم السبت حنبات في المينا. ايه رأيك بقى نحضر العقد؟ على بركة الله. اصبري شوية يا بنتي، فرجوا قريب. تجدعني بقى امال. خير يا أم. لسه بدري قوي يا ابني عطل. طيب وبعدين؟ ولا قبلين. سافر انت يا ابني بألف سلامة. كان بودي أطمن عليك. إن شاء الله مجبورة. قولي يا رب. يا رب يا ابني يا رب. أشوفك بخير. مع ألف سلامة يا ابني. إن جابت ولد هسميه محمد، ولو جابت بنت هسموها أنتم. تميز حي كوم الدكة انه مقام على ربوة عالية بترتفع عن الشوارع اللي حواليها من كل الاتجاهات، وده بيؤكد العديد من الدراسات الخاصة بالآثار اللي بتقول ان الحي على صورته الحالية تحته كنز من الآثار بيرجع بعضها للعصور الفرعونية وبعضها لعصور اليونان والرومان. يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه نظرا إلى حالة الحرب التي سببها عمل تركيا قد وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته، وأصبحت من الآن فصاعدا من البلاد المشمولة بالحماية البريطانية. الله، هو احنا ما ده علينا نخلص من تركيا نقع في ايد الانجليز؟ بلد تايهة مالها الصاحب يلمها. يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك. يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك. يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك. انت الشيخ سيد درويش البحر، امسك اقرا. يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك. انت عملتوا الكلام دي؟ لا، ده كلام واحد شاعر في مصر اسمه بديع خيري. بديع خيري كلم انت عامل مزيكا؟ لا، الكلام عجبني عملته مزيكا. وعشان ايه عملتوا مزيكا؟ عشان البلد كلها تسمعه وتقوله. بلادي فول، انت عاوز اعمل ثورة؟ خد راجلي في السجن. سجن عشان ايه؟ ما تدحرش معايا. اندحر مع ابوه. انت عايز تسجنني ليه؟ وانا مجرم؟ كل واحد اتكلم ضد انجليز مجرم. استنى، انجليز مش يظلم ابدا، دي انذار علشانك. مرة تاني في سجن، مفهوم؟
كلم. سيبه عسكري. ونكمل مع بعض حكايات حي كوم الدكة، الحي اللي نشأ فيه سيد درويش، وفيلمنا النهاردة اللي بيتكلم عن قصة حياته. دراسات تانية بتقول إن الحي ده موجود فوق أهم القلاع القديمة، ودراسة ثالثة بتقول إن منطقة كوم الدكة اتبنت بصورتها الحالية قبل مئات السنين على أنقاض منطقة كانت بتضم قبور عدد من الملوك، حتى إن البعض بيقول إنها بتضم المقبرة اللي دفن فيها الإسكندر الأكبر المقدوني مؤسس اسكندرية في عهد البطالمة الأول. سعد باشا الافراج عن سعد باشا، الافراج عن سعد باشا. هسافر اسكندريه حالا. ليه؟ عشان اقابل سعد باشا زاروف في الاحتفال اللي هتعمل له هناك. حاضرين؟ هنرجع مع الباشا. مع السلامة. برافو كده، عال قوي، كفايه. ان شاء الله بكره نتقابل الساعه 7 في المينا، باب 17. هتكون هناك يا استاذ؟ من الفجر هتلاقوني مرابط. مش تروح ترتاح وتنام لك شويه؟ لا، انا مش هنروح الليله دي. انا هناخدها صباحي. ايوه لكن انت تعبان. فوقني يا اخي. يا الساعة كام دلوقتي؟ عليها 3. فاضل 4 ساعات. مالك يا شيخ سيد؟ مش عارف يا اخي، جتتي مهمدة وهي ناشف. اطلع بيه وحرم بيه يا اسطى. حاضر. تعمل ايه هناك؟ عايز اشوف اختي فريدة. احنا بقينا الفجر. عارف، بسرعة يا اسطى. تصبح على خير. وانت من اهله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا ترى مين يا بنت اللي هيجي لنا الحصة دي؟ مين؟ انا سيد. سيد اخويا، اهلا وسهلا. مش عارف ليه على بالي قلت اشوفك قبل ما اروح. امي فين يا اما؟ جيت من زور اختك يا ابني، مسكت فيا نبات معاها، اصل جوزها مسافر طنطا. ايوه. انت اكلت ايه يا سيد؟ ورشي. الف هنا وشفا. اجيب لك فنجان قهوه؟ لا، انا استريح لي ساعتين عشان اقوم فايق واحضر الاحتفال. اتفضل يا اخويا. تصبحوا على خير. وانت من اهل.
أرق تحيات الزميلة هنا عبد الله من الهندسة الإذاعية. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. اسكندرية تاني من العشق